فيفا مغرب. تعظيم سلام للمنتخب المغربي. المنتخب أيوة. المنتخب المغربي الصراحة نموذج يحتذى به لكل المنتخبات العربية. المفروض هذا الكتاب يدرس لكل المنتخبات. لابد أن كل المنتخبات العربية تأخذ المنتخب المغربي مفخرة لكل عربي، هذا المنتخب وهذه عناصره، واللي خطط والاتحاد السعودي عليه أن يأخذ هذا الدرس اللي حصل مع منتخب المغرب ويطبقه بحذافيره. في اللاعبين ما شاء الله في كل المراحل السنية عملوا تخطيط مهول. المغرب ما هو جزافا. البعض يقول أنه منتخب المغرب والله لاعبينهم عشان يلعبوا برا وكذا. طيب عندك أنت الجزائر، تونس، بقية المنتخبات كلهم مش نفس الشيء. ايوه بس ليه هنا في تخطيط، في عمل. الأكاديمية عاملة شغل غير طبيعي، والتناغم بين مدربين الفئات. ترى في 5 سنوات يا ابو بدر محققين انجازات غير طبيعية على مستوى العالم. فنحيي الاتحاد المغربي لكرة القدم على حسن اختياره للإطارات الفنية التي تقود منتخباته من مدارسها لغاية فرقها الأولى. صحيح. ولغاية منتخباتها الأولى. اليوم هم ما جابوا مجرد مدرب، هم جابوا رجل درجة خبير متخصص في التعامل مع تلك الأعمار السنية. اليوم هم جايبين مدرب لديه مشروع. مدرب اليوم تم تأسيسه في أوروبا، وتأسس تدريبيا من خلال أكاديمية أندرلخت البلجيكي محمد وهبي. والله أكبر. فاليوم نحن كرياضيين نعلم ما هي أكاديمية أندرلخت البلجيكي. فبالتالي اليوم هذه النوعية تأكد بأن عملك رايح في الشكل السليم والصحيح. صحيح. اليوم المدرب هذا قاد المنتخب الأشبال وتوج معه بطولة شمال أفريقيا، ومكمل المدرب اليوم وصعد المنتخب الشباب إلى نهائي كأس العالم، ويقدم مستويات متميزة. نعم. المعمول من هذا المشروع المنتخب اليوم هو رفض المنتخب الأول. صحيح. اليوم لاعبين المنتخب الأول اليوم في منتخبين كلهم يتنافسون على حجز مقاعد شاغرة في الفرصة، ينتظرون الفرصة لأجل يمثلون المنتخب المغربي الأول. طيب. نعم. بتأهيل أكيد. وتأسيس. نعم. على أعلى درجة من الاحتراف. لعبت مع المنتخب المغربي أيضا في نقطة لازم نحن نذكرها. شو سبب النجاح؟ ان اليوم منتخب المغرب يفوز على المنتخب الاسباني اللي هو رافض المواهب اللي شفناه في الدوري الاسباني. في سبب واحد، تنوع اللاعبين اللي يلعبون الان في اوروبا. هذا المنتخب يجمع 4 دول اوروبيه. بتقول لي كيف؟ منتخب مغربي الشباب. نعم. في لعيبه من 4 دول اوروبيه. نتكلم عن اسبانيا، فرنسا، وايضا البرتغال، وايضا في بلجيكا وايطاليا كذلك. يعني انت تتكلم عن 4 إلى 5 دول في منتخب واحد، بالاضافه الى لعيبه الوداد والفتح الرياضي. شو اللي يميزهم؟ والكوكب المراكشي في لاعب. والكوكب المراكشي. شو اللي يميزهم اليوم؟ اللي يميزهم ان اللي يديرهم مواطن، مدرب مغربي يدير هاي الكوكبه اللي تلعب في اوروبا، مغتربين عشان كره القدم ويمثلون رايه المغرب اليوم. فبالتالي اعتقد هذه النقطه، انك انت تفوز على المنتخب الاسباني اللي هو يعتبر رافض للمواهب الكرويه في اوروبا على مستوى اوروبا. اليوم تتكلم ان اسبانيا تتصدر المشهد، ما اقول انا هالكلام، شوف الدوري الاسباني. فبالتالي اعتقد المنتخب هذا يجب ان يتم التعامل معه بشكل مناسب حتى يتم تحويله مستقبلا للمنتخب الاول. هذا ممتاز. ما يميز طيب. الجامعه الملكيه في الاتحاد. نعم. المغربي. نعم. والسيد فوزي الاخجع اللي اليوم يمكن المدرب المغربي في جميع خطوط المنتخبات الوطنيه. خريج أكاديمية محمد السادس، اعتقد لعب في اتحاد تواركا حسب معلوماتي، ولكن سجلت في كل المنتخبات يا ياسر الزبيري. اتمنى ان شاء الله تسجيلك امام فرنسا وارفع لك العقال فوق. تكمل بعدين في كل مباراة سجل. مهاجم كلاسيك، مهاجم من طراز فريد، يعرف كيف يسجل من انصاف الحلول.
هذه لابش صورة هذا محمد، صورة اللاعب ما جبناها كابتن عبد الله المخرج، ولكن ياسر الزبيري لا بصمة كبيرة في كل مباراة، جيل مميز كابتن حسن زهران. بهذا الجيل بهذا التكتيك بهذا التخطيط لمدة 10 سنوات الأسامي راح تيجي وراح تروح، بالعكس هذا يكون رديف للمنتخب في السنوات القادمة، ويكفيهم اليوم واصلين ربع النهائي ما شاء الله تبارك الرحمن، وان شاء الله فالهم البطوله ونفرح لفرحهم الاخوان في المغرب ان شاء الله. بعد كابتن اكرامي لا ننسى بعد كذلك دور الاسر المغربيه، اسر اللاعبين في اوروبا. انت عارف اغلب اللاعبين كلهم عايشين في اوروبا اغلب اللاعبين، ولكن في دور كبير طبعا للوالدين. طبعا الاسر بتعتبر اولادهم مشروع يعني اكيد، فبيقفوا معاهم، ودي مش غريبه على المغرب. شفنا ام اشرف حكيمي والدته ازاي بتسنده في كل الاماكن، ازاي بتروح وياه، ازاي دايما بتبقى معاه. دور الام والاسره المغربيه موجوده عبد الله في اوروبا، بيخلوهم وراهم لغايه هم متفوقين في الرياضه ومتفوقين في الفن. أكيد. شعب جميل، شعب كل حياته عباره عن فن ورياضه. فالناس دي مع حب الكرة بجنون بتشوف لما بتشوف ماتش للرجاء والوداد بتشوف مباراة تانية في بره الملعب. فالكلام ده كله بينعكس على الأجيال اللي طالعة اللي هي بتخلي دايما المغرب على منصات التتويج. نعم. يا أخي الغريب اللي ما تلاقيه تحت 16 تحت 18 تحت 20 تواصل الأجيال. نعم. مواهب مع اللي هي الأكاديمية بتاعت محمد السادس. ولا تنسى كابتن إكرامي دور العائلة ودور العائلة هي الموجودة هذه. صحيح. انهم يغرزون فيهم حب الوطن الاساسي اللي هو حب المغرب. يعني نحن دائما نشوف الاشياء لما حد ينتقل يعيش في دوله اجنبيه ياخذ طباعهم ويصير انه هو كانه اجنبي، لكن لا، خاصه اللاعبين المغربيين تشوف فيهم